ثورة يناير تحالف وتنسيق كامل بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس المرتبطة تنظيميا بالجماعة، وكذلك حزب الله اللبناني المرتبط بالحرس الثوري الإيراني. أثبتت تحرياتنا أن قيادات الجماعة فتحت عدد من قنوات الاتصال مع الغرب، منها مسؤولين أمريكيين وأوروبيين رسميين وغير رسميين، عبر وسطاء نافذين بدولتي قطر وتركيا، واتفقوا على تنفيذ مخططات الجماعة للاستيلاء على السلطة في مصر. قامت جماعة الإخوان بعمل تأهيل إعلامي لشبابها بعد ثورة يناير عبر رسالهم إلى الخارج لتلقي دورات تدريبية عن المهارات المختلفة في مجال الإعلام. تم رصد اتصالات ومراسلات عبر الأقمار الصناعية باستخدام هواتف الثريا، وأيضا استخدام هواتف بشرائح دولية على شبكتي المحمول الفلسطينية واللبنانية. تبادل فيها قيادات الإخوان وقيادات من حماس وحزب الله المعلومات والتكليفات فيما بينهم. قام المحور العسكري التابع للتنظيم، وهو يضم عناصر من حماس وحزب الله وجماعة الإخوان، بتهريب السلاح عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، فضلا عن تلقي عناصر من جماعة الإخوان تدريبا عسكريا في قطاع غزة بعد تهريبهم عبر الأنفاق الموجودة على الحدود مع القطاع. قام التنظيم الدولي للجماعة إضافة إلى بعض الجهات الأجنبية بتقديم الدعم المادي لتنفيذ مخططات إشاعة الفوضى. ورصدت تحرياتنا أن قيادة التنظيم الدولي عهدت لعدد من العناصر التنظيم، وهم عماد شاهين وحسين محمود القزاز وإبراهيم فاروق الزيات، بمتابعة وتنفيذ بنود المخطط الإخواني في مصر. رصدت تحرياتنا أنه في يوم 10/11/2011 أصدر التنظيم الدولي تعليماته للقيادي محمد مرسي بأن يقوم بالضغط على المجلس العسكري خلال اجتماعه المقرر معهم، وذلك عبر تخيير المجلس العسكري بين العودة إلى ثكناته أو التصعيد كوسيلة للتفاوض. وقبل أيام من وصول المعزول إلى الحكم، رصدنا لقاء بين القيادي الإخواني خيرت الشاطر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بفندق سيتي ستارز بمدينة نصر، حيث تضمن اللقاء إمداد الشاطر لمشعل بمعلومات عن الشأن الداخلي المصري وشرح لأحداث الانتخابات الرئاسية وموقف المجلس العسكري وتهديداتهم للمجلس العسكري بشأن سير العملية الديمقراطية طبقا لرغبة الإخوان.